لأخطاء الماضي والحاضر. تواجه تونس اليوم صعوبات متعددة ومتشعبة في منطقة ستشهد تحولات كبرى وعميقة، وستعرف ألغام متسارعة ومتشابكة. ولا خلاص لنا إلا بمصالحة وطنية عميقة، ووحدة وطنية صماء، وجبهة وطنية صلبة تقينا من يريدون زرع حقول الجراح والحقد. 14 لثورة الحرية والكرامة التي انطلقت شرارتها الأولى يوم 17 ديسمبر من سيدي بوزيد. ثورة فجرها شباب متحمس، ثورة كسرت حاجز الخوف الذي كان يكبل الناس، وحققت نصرا عظيما للشعب خرج ليصيح ويتظاهر ضد الاستبداد والفساد. نزل الشعب للشارع بكل فئاته ليسترد وطنه المسلوب، وليقطع مع منظومة سياسية واقتصادية واجتماعية بالية وفاسدة وظالمة همشت البلاد والعباد. انتفض الشارع أساسا ليسترد حقوقه الاقتصادية والاجتماعية، فأغرقه السياسيون والحقوقيون في جدل عقيم حول الهوية وطبيعة المجتمع، جدلا يتناقض مع شعارات الثورة والسبب الرئيسي الذي خرج من أجله الناس للشوارع. وتصدرت للحكم نخبة لم تكن في مستوى المسؤولية ولا في لحظة الثورة، كما طغت على المشهد السياسي ضدية بلا برامج ولا أفكار ولا حلول ورؤى. ساهم كل هذا في حالة كبيرة من الإحباط عمقت الهوة بين النخب والشعب وخاصة الشباب، وحالة إحباط أيضا أدت إلى أزمات مركبة ومتشعبة أدت هي بدورها إلى تسرب وطغيان الشعبوية. وكنتيجة لأخطاء الماضي والحاضر تواجه تونس اليوم صعوبات متعددة ومتشعبة في منطقة ستشهد تحولات كبرى وعميقة، وستعرف ألغام متسارعة ومتشابكة. ولا خلاص لنا إلا بمصالحة وطنية عميقة، ووحدة وطنية صماء، وجبهة وطنية صلبة تقينا من يريدون زرع حقول الجراح والحقد والانتقام. لن نتقدم إلا بوحدة وطنية صماء ومشروع وطني جامع والإيمان العميق بمصير مشترك موحد. كذلك لن نتقدم إلا بحوار وطني جامع وشامل اقتصادي واجتماعي يقطع قطعا تاما مع المنظومة القديمة، المنظومة التي ثار عليها ذات 14 جانفي الشعب التونسي. وهكذا بهذا القطع مع هذه المنظومة نحقق شعارات الثورة التي كدنا أن ننساها.